يسعد مساكم شباب. يا مرحب ويا هلا. حبينا اليوم نخبركم انه نحن فرقة الأكاديمية الحلبية قررنا نضيف شغلة جديدة لصفحتنا اللي هي المسلسل. رح نعمل مسلسل بيحكي عن حكايات الشباب اليومية، اليوميات اللي بتصير مع الشباب. المسلسل عبارة عن 6 شخصيات، 6 شباب اللي هن نحن رح ناخذ دورهم أكيد. ورح نحكي عن حياتهم اليومية. هن 6 شباب رفقة، يومياتهم مثل يوميات أي شاب عايش. شخصياتهم مختلفة. شو هي الله يسمعنا أخوة، الله يسامحه. الشخصيات مختلفة عن بعضها، يعني دايما بنعرف إنه بكل رفقة في أنواع من الشباب. يعني الشلة ما بتتكون من نفس النوع، إنه الشباب مثلا لازم يكونوا كلهم بحبوا هذا الشيء أو بكرهوا كلهم هذا الشيء. الشلة يعني فيها أكثر من نوع من الشاب، وغالبا بكون في عنا 6 أنواع مجتمعين بكل شلة لازم يكونوا موجودين. هو النهارده غير شكل الأرجيلة وطول الكراسي شوية عيني. يا مرحبا يا هلا علينا وبحمير منورين روحي كلها. طبعا نحن عم نجهز هذا المسلسل وبدينا تصوير فيه. المسلسل رح تكون حلقات مختلفة عن بعضها، مثل ما قلنا لكم هي يوميات، قصص بتصير مع كل الشباب موجودة بحياتنا اليومية. بس لسه ايمت رح نبلش ننزل المسلسل لسه مو مبين يعني. أول حلقة لسه ما قررنا ايمت نبلش نشرها، بس اللي قررناه إنه رح يكون حلقات المسلسل أسبوعية، يعني نخصص يوم الأحد بس لحتى تكون حلقة مسلسل. الله ينعم عليك عبودي. المسلسل رح ينزل كل اسبوع حلقة واحدة بقى، يا السبت يا الأحد. طبعا الفيديوهات كوميدية رح تضل مستمرة، بس كمان رح تصير بقى في تقصير عشان نشتغل في المسلسل أكتر، لأنه المسلسل بشغل كثير. الفيديوهات الكوميدية اللي بننزلها نحن رح ننزل كل اسبوع فيديو، يوم الثلاثاء او يوم الاربعاء. يوم الاحد غالبا رح يكون بس للحلقة، يعني رح يكون في وقت محدد للمسلسل، انه مثلا كل يوم احد الساعة 8 رح تنزل حلقة. هلا أول مسلسل بيكون شوي طويل، يعني جزء توصل حلقة مثلا ربع ساعة أو ثلث ساعة. هي مفكر يكون انه نحاول نختصر الحلقة ب 15 دقيقة بس. مساكم كلياتكم وش لفة. يسعد مساكم كلياتكم. نحن اسفين يعني ما بنرد على التعليقات، لانه بس حبينا نخبركم عن هالشغلة. رح نبلش فيها وناخذ آرائكم. شو رأيكم انتو بفكرة المسلسل؟ اسمه يعني لسه نحن عن جديد قررنا اسمه، انه يكون اسمه حكايات المراهقة. هلا محتارين نحن بالاسماء، ما عنا ايش نسميه. هذا عنده شيء اقتراح للمسلسل، لاسم المسلسل. المسلسل بيكون يحتوي على كل شيء، مواقف بتصير مثلا حب او أنا أعطيكم لمحة عن المسلسل. المسلسل فيه 6 شخصيات. الشخصية الأولى هي شخصية غضب. اسمه غضب، هو شخص بيعتمد على عضلاته بكل شيء، بمشاكله، بحبه، بغرامه، أي شيء بيعتمد فيه بس على عضلاته. هاي الشخصية رح أخذها أنا. الشخصية الثانية هي شخصية أينشتاين، اللي هو الشاب الفيلسوف الموجود في كل شخصية، رح ياخده أستاذ أحمد. نعم. هاي الشخصية أكيد كمان دائما موجودة، يعني دائما في شاب فيلسوف بالمجموعة بالشلة. الشخصية الثالثة هي شخصية الشاب
الطنط. اكيد دائما في شاب بالشله رح يكون شوي طنط يعني. كمان رح ياخذ الدور احمد. بالمقابل رح اخذ انا شخصيه اسمه، انا لسه هلا ما حفظت اسماء الشخصيات يعني. المخطط. شخصية اسمه مخطط. هذا الشاب اللي بالخروق اللي بخاف من خياله. وعندنا الشخصية الخامسة اللي هو شخصية ابو عطا. أبو عطا. أبو عطا الشاب اللي ما عرفان الله وين حياته، اللي دائما خارج تغطية، بكل مشكلة ما بيعرف هو موجود فيها ولا لا. ايوه بس هيك بس عم بحكي ايه لا بصير ما بصير، نروح ما نروح، ناكل ما ناكل، اشو هلا اشو بعدين، هيك تكون يعني. وعندنا الشخصية المفززة للعصب اللي هو الشاب اللي بحب الفن وبحب الأضواء وهيك. فهذا دائما عم يغني، يعني طريقة كلامه عم يغني، طريقة شعر، بس شيء انه يفزز عصبكم ما بعرف. هذول رح يكونوا رفقة. ارمط. ولا يوم. هذول الرفقة رح تعدي عليهم مواقف كوميدية كتير، مقاطع حزينة، مقاطع فيها بتعبر عن شدة الرفقة اللي بيناتهم. على فكرة انه ما في غاز يعني، الارجيلة ما شغالة على السوا، شغلناها بششوار، لذلك انا بعس فيه يعني. جيب ششوار رطفة لأنه ايوه اخر وهذا انا اخر واحد. جود خلاص جود. ما اعطيتونا اقتراحات، شو رايكم بالشخصيات؟ شو رايكم فكرة المسلسل؟ والفكرة اعطونا اقتراحات لاسماء المسلسل. هناك شخصية لأرموت بنحطها في في المسلسلات خاف. أرموت ايش تعال نحط هلا نحن؟ هلا رح نوقف هذا البث، رح نفتح بث ثاني نحكي معكم نتسلى شوي. هذا البث عملناه بس لحتى نعمل الفكرة، هو إعلان عن المسلسل. المسلسل إن شاء الله ما رح يطول كتير، يعني أسبوعين بالكتير، وإن شاء الله نقدر نبدأ بالأسبوع اللي بعده. رح تتابعون. بقول لكم بس شغلة، إنه نحن يلا كمان صرنا بحاجة دعم، يعني بتعرفوا قطعنا فترة، هلا نحن بحاجة دعم للصفحة. صفحاتنا الثلاثة يعني مو بس على الفيسبوك، بدنا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب. أهم شيء إنك تشترك بقناة اليوتيوب. قناة اليوتيوب اسمها الأكاديمية الحلبية، نفس الاسم نفس الصور. التويتر نحن ما كتير مهتمين فيه بصراحة، يعني اهتمامنا الأكبر باليوتيوب قبل الفيس، رغم إنه نحن متأخرين كتير على اليوتيوب، بس نحن عنا اليوتيوب أهم. اشتركوا بقناتنا على اليوتيوب، لايك للفيديو، شكرا كتير، أتمنى تضلوا عم تدعمونا. سعد مساكم.